أقول لك إيه، ما تيجي نتمشى أنا وأنت في حياة أحدهم. تعرف ذا كوين؟ أيوة، هي اللي اسمها شارلوت فلير دي، بنت ريك فلير وأكتر ست خدت بطولة عالم في تاريخ الاتحاد. بس قبل ما نبدأ أنا عايز أسألك سؤال وترد عليا بعد ما تشوف الفيديو. تفتكر شارلوت كانت مضخمة من الاتحاد ولا هي فعلا تستاهل الإنجازات بتاعتها؟ جهز نفسك يا صديقي عشان هنرجع بالزمن للثمانينات. لكن قبل ما نرجع ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان أقدر أكمل في الحاجة اللي بحبها. جاهز ندخل غرفة الكواليس؟ يلا بينا. أشلي إليزابيث فلير، أو زي ما احنا نعرفها باسم شارلوت فلير. شارلوت اتولدت في 5 إبريل سنة 86 في ولاية كارولاينا. سريعا كده، شارلوت كانت أخت لتلاتة، ولدين وبنت. طبعا كانت من عيلة غنية عشان أبوها ريك فلير اللي وقت ما هي اتولدت كان هو نجم الشركات الأول. يعني ما تستناش في الفيديو ده معاناة مادية ده خالص، ده احنا هنسيبنا من الفقر بتاع الفيديوهات اللي فاتت وهنخش على مرحلة الاستاكوزا بالجبنة. شارلوت من وهي صغيرة ما كانتش مهتمة بالمصارعة، وأقصى حاجة تعرفها عنها إن أبوها بيصارع وإخواتها الولاد برضه بيحبوا المصارعة. لكن هي ما كانتش مهتمية بالموضوع ده أصلا. وأما دخلت مرحلة الثانوية لعبت في فريق كرة الطايرة بتاع المدرسة، وطولها نفعها جدا في اللعبة دي. لكن شارلوت ما كانتش مجرد واحدة بتلعب في فريق وخلاص، لأ، دي كانت موهوبة بالفطرة في اللعبة دي. حتى إنها خدت بطولتين في الولاية اللي عايشة فيها، وبسبب تفوقها الرياضي ده خدت منحة دراسية كاملة في الجامعة، واتخرجت مع مرتبة الشرف في قسم العلاقات العامة. حتى بعد ما سابت مجال كرة الطايرة دخلت في مجال اللياقة البدنية وبقت مدربة. يعني المصارعة أصلا ما كانتش في دماغها. شارلوت إخواتها الولاد اسمهم ريد وديفيد، ده غير طبعا أختها ميجان. ديفيد جرب إنه يبقى مصارع في الWCW، لكنه فشل بسبب إن الناس كانوا بيقارنوه بأبوه وكانوا شايفينه نسخة رخيصة منه، والناس اتنمرت عليه كتير. وده كان برضو أحد أسباب إن شارلوت تخاف تدخل مجال المصارعة عشان ما يحصلش فيها زي اللي حصل مع أخوها ديفيد. أما بقى ريد فده كان روحة شارلوت، كانت بتحبه جدا وكان أصغر منها، وبرضه كان بيحاول يبدأ مسيرته في المصارعة عن طريق اليابان والاتحادات المستقلة. لكن طبعا كان معاه فلوس يسافر ويقعد في فنادق، مش زي الفيديوهات اللي فاتت. المهم، ريد كان موهوب على فكرة، لكن كان عنده مشكلة بسيطة كده. مشكلته انه كان مدمن، وده كان مخليه مش عارف يمضي مع ال WWE. عشان كده كان بيلعب في الاتحادات المستقلة، وانا كنت حكيت عن الاتحادات المستقلة في الفيديوهات اللي فاتت. فمرة كده وشارلوت وابوها قاعدين في مطعم بياكلوا، لقيت ابوها زعلان جدا، وما سألته مالك قال لها انه متضايق على حال ابنه، وانه كمان مش لاقي حد يقف جنبه ويبقى ظهر ليه في المجال بعيدا عن ريك فلير طبعا، لانه ساعتها ما كانش حابب يطلع على كتف ابوه. نظام اللي انا عايشه في جلباب ابي، وانا هنا بتكلم على ريد. ساعتها شارلوت قررت انها تدخل المجال عشان تبقى جنب اخوها، وقال لو عسى دخولها ده يديه دفعه انه يبطل الادمان. وفعلا في نفس الاسبوع شارلوت وقعت عقد تطويري مع الاتحاد، بس مش حبا في الشهرة او المجال، بس عشان تكون سند لاخوها الصغير اللي بتحبه. لكن الحياة ما بتمشيش على هوانا يا صديقي. بعد ما شارلوت بدأت التدريبات وقعدت حوالي 10 شهور تتدرب، بيجي لها خبر انهم لقوا اخوها ريد في غرفة الفندق ميت بجرعة زيادة، اوفر دوز يعني. الصدمة ما كانتش سهلة على شارلوت ولا على العيلة، لكن ده خلى شارلوت تكمل في المجال، وقالت انها هتحقق حلم اخوها اللي ملحقش يحققه. شارلوت دخلت ال NXT سنة 2012، وأول ما دخلت كانت خايفة ومترددة جدا عشان الكل كان بيبص عليها وشايفينها إنها داخلة واسطة بسبب أبوها. والصراحة هما معاهم حق، ده قررت تخش المجال وهي قاعدة بتاكل مع أبوها، وفي نفس الأسبوع مضت مع الاتحاد، في حين إن في ناس تانية طالع عينها عشان تخلي الاتحاد بس يبص لها. المهم، أول ظهور لشارلوت كان في يوليو 2013. كان ماتش بينها وبين المصارع بيلي، اللي بالمناسبة يا عزيزي لو حابب ندخل بيلي غرفة الكواليس اكتب لي تحت في التعليقات. في الماتش ده شارلوت كانت شخصيتها بيبي فيس، وده ما جابش مع الجماهير. على فكرة، الإنسان بطبعه بيميل للشرير مش للطيب، بس مش أي شرير. يعني مش هيميل لبلطجي، لكن هيميل لواحد زي والتر وايت من مسلسل بريكنج باد، أو واحد زي نصر الدسوقي. الاتنين كانوا أشرار بس ليهم أسبابهم، وده اللي خلانا نحبهم. مهم نرجع لكواليسنا ونسيبنا من اللي قلناه. في ظهور شارلوت الأول، أبوها كان موجود وهو اللي قدمها للناس، وكانت داخلة ساعتها بتتنطط وبتعمل حركات جمباز وبتضحك قوي. الموضوع ما كانش أفضل حاجة للجماهير، وفي نهاية الماتش شارلوت قدرت تكسب بيلي. الكلام ده كان في يوليو سنة 2012. من الفترة دي
لغاية أواخر 2013 شارلوت كانت بتدخل عداوات وماتشات، لكن برضه الجمهور كان شايف إنها نسخة رخيصة من أبوها ومش جايبة معاهم أصلا. في الاتحاد قرر يغير شخصية شارلوت لهيل، يمكن الموضوع ينجح مع الجماهير. وفعلا شارلوت عملت فريق مع ساشا بانكس وسموه ذا بي اف اس اس، وتحولت للنسخة الشريرة زي ما بنقول. وكانت شخصيتها شخصية البنت المغرورة اللي شايفة نفسها فوق الكل، حتى كانت بتستخدم حركة أبوها اللي هي الوودي بتاعته عشان تستفز الجماهير. عارفة زميلتك اللي في الفصل اللي تقعد تتكلم عن أبوها وداها السنة دي تصيف وقعدها في فندق 5 نجوم، بس هي كانت عايزة تقعد في مكوك فضائي في كوكب زحل؟ أو تقعد تكلمك وهي بتعوج بقها وبتتكلم إنجليزي بالعربي؟ دي كانت شخصية تشارلي، شخصية كلنا قابلناها ومحدش كان بيطيقها، لكن طالما الجمهور بتتفاعل معاك فانت كده نجحت في تأدية الدور بتاعك. عايز اقول لك ان الفريق ده ما كملش كتير على فكرة، هما دخلوا في عداوة مع بيلي وحتى لعبوا ماتش قصاد فريق نعومي وكاميرون، لكن بدأ يحصل مشاكل بين تشارلوت وساشا بسبب لقب ال NXT للسيدات. عموما هفهمك، عارف المصارعة بيج؟ لو انت فاكرها من فيديو فضيحة بيج، ولو ما شفتوش تقدر تتفرج عليه من علامة الاي اللي هتظهر لك فوق في الشاشة. بيج كانت بطلة ال NXT، والكلام ده كان سنة 2014، واما الاتحاد قرر يصعدها للعروض الرئيسية فاتنازلت عن اللقب. وساعتها حصلت دورة لتحديد بطلة ال NXT الجديدة. الدورة دي كانت مكونة من 8 مصارعات، هما شارلوت وساشا وبيلي وناتاليا وإيما وكاميرون وليلي وأليسا فوكس. قبل ما الدورة تتعمل شارلوت وساشا كانوا زي سمنة على العسل، مفيش مشاكل. حتى اما الدورة اتعملت افتكروا انهم هيتقابلوا في النهائي هما الاتنين واللقب مش هيخرج من وسطيهم، لكن نظام الدورة حطهم في ماتش قصاد بعض. في الدور الأول شارلوت لعبت إيما وقدرت إنها تكسب عشان تروح للدور نص النهائي وتلاقي إنها هتلاعب صاحبتها في الفريق اللي هي ساشا. على فكرة الماتش ده كان حلو جدا وعملوا ماتش فعليا جامد، وفي نهايته شارلوت قدرت تكسب وتتأهل للنهائي اللي هيكون قصاد ناتاليا. الموضوع ده جنن ساشا جدا وحست إن صاحبتها غدرت بيها، بس طبعا كل دي أوهام. اللي حصل إن الغيرة كلتها مش أكتر، أما شافت شارلوت راحت للنهائي وهي لأ، وده طبعا كله جزء من السيناريو. في النهائي بقى ما كانش مجرد ماتش عادي، لا ده كان صراع عائلات. ما انا نسيت اقول لك ان ناتاليا كان خالها بريت هارت احد اساطير المصارعه، وشارلوت كانت بنت ريك فلير. فالماتش ده بريت هارت وريك فلير الاتنين كانوا موجودين، وكل واحد فيهم واقف في زاويه المصارعه اللي تخصه. زي ما بقول لك الموضوع كان اكبر من كونه ماتش على البطوله، ده كان لاثبات انهي عيله افضل من التانيه. وفي النهايه شارلوت قدرت تكسب وتثبت ناتاليا، وساعتها ريك فلير طلع احتفل معاها وهو بيعيط. الماتش كان حلو، وفكرة تصارع العائلات كانت حلوة وجابت مع الجماهير. بعد فوز شارلوت بالبطولة فريقها هي وساشا كمل لغاية ما رحنا الماتش بينها وبين فريق بيلي وبيكي لينش. في الماتش ده شارلوت كانت عاوزة هي اللي تنهي الماتش وتثبت بصفتها انها البطلة، وده خلى ساشا تتضايق منها. وبعد ما الماتش خلص حصل سيجمنت جامد بين الاتنين، انتهى بان ساشا قالت لشارلوت انا اللي عملتك وانا اللي هاخد منك البطولة دي. ساشا كانت جابت اخرها من شارلوت بسبب طريقتها وغرورها، وده ودانا لشوية ماتشات بينهم سواء على البطولة أو شارلوت يبقى معاها حد وساشا يبقى معاها حد ويلعبوا ماتش تاك تيم. وفي كل مرة ساشا كانت بتفشل إنها تاخد البطولة من شارلوت، لغاية ما رحنا الماتش رباعي على البطولة بين ساشا وشارلوت وبيكي لينش وبيلي. وبالمناسبة أنا كنت عملت فيديو خفيف كده عن قصة بيكي لينش، لو حابب تتفرج عليه تقدر تشوفه من علامة الأي اللي فوق في الشاشة. مهم، في الماتش ده ساشا قدرت تكسب البطولة، بس مش عن طريق تثبيت شارلوت، هي ثبتت بيلي ورسميا بقت البطلة ال NXT الجديدة. شارلوت حبت تاخد حقها ولعبت ماتش تاني قصادها، بس برضه ساشا ساعتها قدرت تكسب عن طريق الغش. طيب احنا عايزين نروح لحد كده نتكلم عنه شوية عشان ده هيمهد للي جاي في قصة تشارلوت. عمك فينس ماكمان. في بداية 2015 قسم النساء في عرض الرو كان ضايع، ماتشات كانت مدتها دقيقتين والمصارعات كانوا بيتعاملوا كأنهم كمالة عدد ملهمش لازمة، والجمهور كان بدأ يزهق من ده، حتى انهم طلعوا هاشتاج Give Davis a chance. ساعتها فينس ماكمان لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه، وكان لازم يجدد دم المصارعات في قسم الرو عشان يسكت الناس. في ال NXT كان في 4 سيدات هم اللي عليهم العين وشايلين قسم النساء في العرض ده، وتسموا بالفور هورس وومن، وبرضه كنت اتكلمت عنهم في فيديو بيكي لينش. الأربعة دول كانوا شارلوت فلير وبيكي لينش وساشا بانكس وبيلي. في نفس الفترة كانت نيكي بيلا مسيطرة على بطولة الديفا للسيدات، وكانت قربت تكسر الرقم القياسي بتاع ايجي لي، والناس كانت زهقت منها. وفي ليلة عرض الرو طلعت ستيفاني ماكمان وقالت أنا عايزة ثورة، وقدمت شارلوت وبيكي لينش وساشا بانكس للناس كوجوه جديدة للقسم النسائي، وعملت منهم فرق: بيكي وشارلوت وبيتش فريق مع بعض، وساشا بانكس ونعومي وتامينا فريق، ونيكي بيلا وبيري بيلا وأليسيا فوكس فريق.
على فكرة أنا كنت منزل فيديو عن نعومي، لو حابب تتفرج عليه تقدر تشوفه من علامة الأي اللي هتظهر لك فوق في الشاشة. المهم، من هنا بدأت رحلة شارلوت في الروستر الرئيسي. لغاية هنا حكايتنا ما خلصتش على فكرة، حكاية شارلوت لسه شوية عليها. لكن لو حابب تعرف ايه اللي حصل لما اتصعدت للروستر وكسبت أول بطولة ليها امتى وتعرف بقية كواليسها، اكتب لي تحت في التعليقات. وما تنساش، أنا هنا مش بحكي لك قصة، أنا هنا بوريك الكواليس. سلام.